هو ليه اصلا اسمها لو ترجمناها كده الهيومن ريسورسز هي الموارد البشريه. طبيعي النهارده انا لو عندي بزنس او عندي ناس شغاله عندي في البزنس، هي دي الموارد بتاعتي، هي دي من غيرها انا هعطل. النهارده انت لو فاتح سوبر ماركت والسيلز اللي عندك ما جاش، ايه اللي هيحصل؟ ببساطه مش هتبيع. هل انت هتقف على الكاشير ولا هتقف هنا ولا هتقف هنا ولا هتقف هنا، ولا انت هتعمل ايه بالظبط؟ مش هتعمل حاجه. فالموارد البشريه هي بتتاجر في حته اللي انا هخلي الناس عندي مبسوطه او هخلي الناس عندي ساتسفايد. ده مينلي ان هم ده التارجت بتاعهم، انا هخلي الناس عندي مبسوطه وساتسفايد عشان ما تمشيش وتروح في حته ثانيه. من ضمن اهميه الاتش ار او من ضمن اهميه الموارد البشريه، هو احنا حضرتك شغالين في حاجه فيها بوليسي، لائحه. ما ينفعش النهارده ان انا اجي بمزاجي امشي بمزاجي، مظبوط؟ فالاتش ار هو اللي بيراقب ان الحاجه دي تمشي على النسق، الحاجه اللي تمشي على البوليسي المظبوط. كذا حد بيجي يوقفني، والله يا محمود انا نفسي اشتغل اتش ار. باجي اساله سؤال، انت عندك كوميونيكيشن سكيلز؟ يقول لي لا لا لا، ابعدني عن الناس الرخمه، ابعدني عن الناس اللي بتشغل دماغها، ابعدني عن الناس اللي هي مش عايزه تهيلبفول معايا او تساعدني. طب انت ازاي هتشتغل اتش ار؟ انا عايز اديك نبذه بس عن الشركه اللي انت شغال فيها. الشركه اللي انت شغال فيها هو مجتمع بس صغير، هتقابل فيه الرخم، وهتقابل فيه اللي بيشغل دماغه عليك، وهتقابل فيه الذكي، وهتقابل فيه بتاع الشغل، وهتقابل فيه اللي هو مش عايز يشتغل. فحضرتك اول حاجه كده، لو هي مش عندك كوميونيكيشن سكيلز ما تروحش تشتغل في مجال الاتش ار. اوكي؟ طيب تاني حاجه لازم تكون عندك انت كحد بتاع اتش ار، اللي انت تكون حد اي جديد في الفيلد بتاعت الاتش ار تكون عارفها. ما ينفعش النهارده مثلا لو انا بعمل انترفيو لاي مرشح الاقيه هو عنده انفو اكتر مني. ما ينفعش النهارده الاقي المرشح اللي موجود عندي بيقول لي حاجات ابديتد انا مش عارفها. طيب وانس ان انا يكون انا ابديتد في المجال بتاعي والفيلد بتاعتي وعندي كوميونيكيشن سكيلز، هاجي اقول لك هنا ايه، اهلا بيك، تعالى معانا في مجال الاتش ار. على اهداف الموارد البشريه هنلاقي اول حاجه، وده الحاجه الاساسيه وعايزك تحطها جول ليك وانس اللي انت تبقى معانا في الاتش ار، رضا الموظفين. حضرتك النهارده بريدج، انت همزه وصل ما بين صاحب الشركه وما بين الموظف. هو حضرتك صاحب الشركه ما بيجيش يعمل انترفيوهات بنفسه، صاحب الشركه مش هو اللي بيجي يراقب كل واحد بنفسه، هو عين تيم، صرف فلوس، جاب تيم كامل اسمه الاتش ار عشان يجي هو يعمل انترفيوهات ويعمل فلتريشن ويشوف الناس دي هل هي كواليفايد ولا لا، وبناء عليها بتتعين، وبناء عليها احنا بنبص على البرفورمانس بتاعهم. فحضرتك البالانس انك تعرف تعمل ده بشطاره. ما ينفعش تحسس الموظف اللي انا على طول مراقبك، على طول انا عيني عليك، لا. احنا بنعرف الموظف، بنحطه على التراك، بنعرفه ايه البوليسي بتاعته، ايه حقوقه، ايه واجباته، وبعد كده انا بخليه ساتسفايد. لو عايز تبدا في مجال اتش ار ابعت لنا اسمك ورقم تليفونك واحجز مكانك في الدفعه الجديده. سكسس اكاديمي، اتاهل انجح.